شهدت جماهير كرة القدم وخاصة عشاق الخضر عودة قوية ومثيرة للدولي الجزائري رامي بن سبعيني إلى التشكيلة الأساسية مع ناديه بوروسيا دورتموند في منافسات الدوري الألماني، وذلك خلال مواجهة ماينز 5 ضمن الجولة 22. عودة جاءت بعد فترة صعبة من الغياب عن حسابات الجهاز الفني، لكنها تحولت إلى ليلة استثنائية بكل المقاييس، حيث ساهم النجم الجزائري في الفوز العريض لفريقه برباعية نظيفة في مباراة حملت الكثير من الإثارة والأحداث غير المتوقعة التي زادت من تشويق القصة بالنسبة لمتابعي الكرة الأوروبية. ولعب بن سبعيني اللقاء كاملا بثقة كبيرة وروح قتالية عالية، ليؤكد جاهزيته واستعادته لمكانته داخل الفريق، خاصة بعد معاناته مؤخرا من نقص دقائق اللعب عقب عودته من كأس إفريقيا 2025. ورغم مشاركته المحدودة في مباريات الدوري خلال الفترة الماضية، نجح الظهير الأيسر في ترك بصمة قوية بعدما اختتم رباعية دورتموند بهدف رائع في الدقيقة 84، مساهما في الحفاظ على نظافة الشباك ومقدما أداء متوازنا دفاعيا وهجوميا نال عنه تقييما مرتفعا بلغ 7.8. هذا التألق أعاد التأكيد على قيمته الكبيرة، حيث رفع رصيده إلى هدفين في الدوري هذا الموسم، إضافة إلى مساهماته في دوري أبطال أوروبا وكأس المانيا. وفي كواليس هذه المواجهة تكشفت تفاصيل مثيرة زادت من اهتمام الجماهير والمتابعين، إذ اضطر المدرب نيكو كوفاتش للاعتماد على بن سبعيني رغم معاناته من الإنفلونزا بسبب أزمة دفاعية حادة ضربت الفريق قبل اللقاء. وتشير التقارير إلى أن اللاعب خضع لإجراءات عزل احترازية خوفا من نقل العدوى لزملائه، حيث تنقل بشكل منفصل عن البعثة الرسمية قبل المباراة وبعدها. Ruhrnachrichten. مؤكدة أن النجم الجزائري وصل منفردا إلى مقر إقامة الفريق ثم توجه إلى الملعب بسيارة أجرة، في مشهد نادر يعكس حجم التضحية والاحترافية. وبعد المباراة أوضح كوفاتش أن القرار كان احترازيا فقط، مشيدا بجهوزية اللاعب البدنية وروحه القتالية التي ظهرت بوضوح فوق أرضية الميدان، ليحول بن سبعيني تلك الظروف الصعبة إلى قصة نجاح جديدة تلهب حماس جماهير الكرة الجزائرية وترفع من سقف التوقعات لما هو قادم.